أبا شوف شوف والله أقسم يا رب ما توقف حجر أطراف مستقبل أختي. شتزوجها يعني تزوجها. خر اسكت يا هبل. أنا مش نادم بحياتي اللي على حاجتي، إن أنا زوجك أمك وخلفتك يا هبل يا ابن الهبل. أنا قسمة بالزواجة ما فيش بنات الزواج وما أناش موافق. لا يعني لا. لا يا عم شوتر، لا والف لا. واسمح لي اقول لك الكلمه دي ولو مره في حياتي، اذا كنت ناسي افكرك انت كنت موافق على الراجل واديته كلمه من زمان. ايه كشعت ليه يا عم شوتر يا مكشعاني؟ ده المثل حتى بيقول يا اخوانا كلمني كلم، فهمني فهم، وشفيقه المبروك ومبروك لشفيقه. حد يقول منكم حاجه يا جدعان؟ الله. ولا تنساش يا عم شوتر انه مبروك وقف مع شفيقه بعد الموقف اللي عمله النذل عوض. استاذ حسن رجاء ما فيش داعي للكلام هذا. عم زنبقه كلمي اكلمها؟ كلمي. انت مجنون؟ اكلمها شي يدعسني ولا تطمني؟ ليه ما اكلمها؟ كلمي عشان اقتنع. عشانك انت بس. شو تعر؟ لما ما توافق تنبني موافقة ومبروك موافق وهو يحبها وهي تحبه، وبعدين من هيك تحت زوجه وتشيل زواجه وكل البنات تشيل زواجه. خري اسكتي حتى يا زنبقات. ما فيش معي بنات تشين زواجه، وشفيقة بنتي ما فيش زواجه. حق لك انها ما زواجه، كل البنات في العالم يشن زواجه، حتى انا اشن زواجي. زنبقات يا مشوتر رفضك ده في ظلم لمبروك، وكمان في ظلم لشفيقه بنتك. طيب يا جماعة احنا ما نكون كده عليه. وبعدين من أهله؟ أين أهله؟ أنا أبوه أنا أمه يجيبهم لهنا نتفاهم، يجيب أهلهم معاه لهنا يخطبوا نتعرف عليهم ونتفاهم. أما يجي لي براسه لا. الله يا اخوانا، ايه الكلام ده يا عم شوتر؟ ايه الكلام النتن ده؟ ايه التخلف والرجعيه دي؟ احنا مسلمين والاسلام بيقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يا اخوانا؟ من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والراجل ما شاء الله